أهلا أصدقائي في هذا الفيديو الجديد على أخبار الكان وما يقع في الكان عجيب وغريب وقجع. مرة أخرى وسبب كل مشاكل الكان وسبب المشاكل المنتخب الجزائري. الصراحة القجع حشومة عليه، وهذا الشيء عيب على القجع، حشومة قجع. اليوم كيعاد المنتخب الجزائري الحماق هذا، فقجع بارك علينا. بغينا الجزائر تربح وتفوز بكأس إفريقيا ل 2024. فعودة للمجريات المقابلة في كما شفتوا المنتخب الجزائري سيطر طولا وعرضا. في الشوط الأول اش منك هي ضربات مقصية، كرات، أهداف ضائعة. فقلنا أن المنتخب الجزائري غيماركي واحد 3 ولا 4 الأهداف. فمنتخب الجزائر سيطر طولا وعرضا، لكن الشوط الثاني منتخب أنغولا كيجري جوج تغييرات حاسمة، ولاحظوا أن الجزائر وقع عليها واحد انخفاض بدني رهيب ورهيب جدا بسبب الرطوبة. فالرطوبة العالية في الكوت ديفوار هي اللي كتخلي جميع المنتخبات انهم يعانيوا. فكتجي ضربة جزاء ديال المنتخب الانغولي، ضربة جزاء غبية من بن طالب صراحة، لاعب عاطي بظهره كيتدخل بديك الطريقة، وبالتالي كيسبب ضربة جزاء للمنتخب الانغولي كيسجلها بروعة اللاعب الانغولي، وكيمنح التعادل للجزائر. فالجزائر حاولت انها تعاود تنوض من جديد، وانها تحاول تسجل الهدف الثاني، لكن ما قدراتش. وهذا هو لافريك، وهذا هو اللي كيخلع في الافريق، وهذا هو اللي كيخلع في كأس افريقيا. فتوقعي انا فما يمكنش فرق من شمال افريقيا انه تفوز بكأس افريقيا على ما اظن، لان المستوى البدني كيكون كبير وكبير. فبالتالي هذا خاص المنتخب الوطني يستفد منه بكثرة، لان المنتخب الوطني عنده مقابله يوم الاربعاء، وخصو يستافد من هذه الدروس، ان الرطوبه عاليه، ما خصوش يطلع الريتم بواحد الدرجه، وانه يقسم المجهود البدني على فترات ديال المقابله، وبالتالي يحاول ينتصر. وكذلك عدم ضياع الفرص، وهنا اؤكد عدم ضياع الفرص ديال التسجيل، لان ضياع اي محاوله ديال التسجيل فهي غتعطينا واحد التمحان، واحد المحنه في المقابله، لان المخزون البدني كما شفنا جميع الفرق، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، فمن خلال جميع المقابلات كنشوفوا انخفاض بدني رهيب. منتخب مصري، فالفريق الوحيد او المنتخب الوحيد اللي شفناه معياش تقريبا وحاول يجيري هو المنتخب السنغالي. علاش؟ لان المنتخب السنغالي جميع اللاعبين ديالو تكونوا في السنغال ثم احترفوا، وبالتالي فما احترفوا حتى لديك السن ديال 17 18 سنه، وبالتالي فهم مدين على الاجواء الافريقيه ومدين على الرطوبه بهذاك الشكل. فحقيقة منتخب جزائري صدمنا خصوصا في الشوط الثاني. فكتشوف ان الشوط الاول كان في المتناول ديالو، بالتالي الشوط الثاني تقلبات الكفه، وما ما بقاتش عنده اللياقه البدنيه باش يقد يهاجم مره اخرى. ففي انتظار المنتخب الوطني المغربي لا يلعب ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 6 مساء، كنتمنوا له التوفيق. فجميع الاخبار القادمه من الكوت ديفوار فهي مطمئنه، فجميع اللاعبين الحمد لله حاضرين. الاصابه ديال الزياش فهي ما كايناش الحمد لله، كيتريني مع المجموعه. سيس كذلك التحق بالمجموعه، فمن خلال من غير مزراوي اللي ما التحقش بالمجموعه، فجميع اللاعبين حاضرين مع التشكيله الرسميه. وبالتالي التشكيله الرسميه فهي متوقعه غتكون، وجميع الناس كيعرفوا التشكيله الرسميه، فهي اللي لعبات كأس العالم الأخيرة. وبالتالي المنتخب الوطني امام محك حقيقي وحقيقي امام المنتخب التنزاني. ما بقات حتى فرقه سهله في الافريق، جميع الفرق قويه، جميع الفرق قويه، خصوصا مع الطقس اللي خايب وخايب بزاف. فنترككم مع هذا الفيديو، نلتقيكم ان شاء الله في فيديو اخر دائما مع اخبار الكان، والى اللقاء في فيديو اخر. ما تنساش اللايك ديالنا والدعم ديالنا، والى اللقاء.